فوضى عارمة تسود سوق الخضار والفواكه خلال الآونة الأخيرة، حيث تشهد الأسعار تذبذبات وحالة من لا استقرار. لا يكاد المواطن أن يخرج من كابوس إلا ودخل في آخر عنوانه جنون الأسعار. الطماطم نموذج حي لهذه الحالة، حيث ارتفع سعرها فجأة إلى حدود 260 دينار للكيلوغرام الواحد، في سابقة هي الأولى في تاريخ أسعار هذا النوع من الخضار المنتجة محليا. الحق انا نشوف الطوماطيش حتى ل 20 ميل، اللي 6 ميل 20 ميل، ورخيص هذيك راه دير 12,000 رقيقه كاع. تما واش هذه الحاجه اللي خلاتها تطلع هكا ماناش عارفين. يا الطوماطيش نورمال ماكسيموم 5000 4000، تما حاجه ديجا تفشد، ماشي تما حاجه اللي تشد، ماشي تما خضره تفاح تما تقول بالك حاجه. ودرك انا تشوف هنا ديما راهي 20 ميل تقريبا الناس ماش تشري، راهي تما كاين جوع عزوف مالغري هي تما ماده اوليه تما في الدار، تلقى الناس تشري رطل، لا بين بالك تهبط معك في البري مع الوقت. ولا الطوماطيش هذه غاليه، ماشي ماهيش غاليه، بصح الانسان يقدر ما يشريهاش، ماشي لازم بنادم يشري طوماطيش، ماشي اوبليغاتوار طوماطيش هذه. كل واحد فينا يستغنى على هذه الطوماطيش ما يشريهاش، تهبط السومه تهبط، باسكو ماش ضروريه 100% باش الانسان ولا لا. هذا هو الزعف كي يبيع طوماطيش ب 20 ميل والاخر يبيعها 17 ميل. التجار من جهتهم يرجع السبب إلى ارتفاع أسعار الطماطم إلى ندرتها في أسواق الجملة، مؤكدين أنه خلال أيام سيتم جني محصول الطماطم الصحراوية التي ستغرق السوق. راهي الندرة فيها يا أخو، ما كاش طوماطيش، راهي غالية، المونداتير يبيعها كيما يحب. تجي تشري 100 يعطيك 20، ما كاش تما يمدها غير قوت قوت كيما الحليب، تجي تشري 4 تشد تدي زوج، ما كاش طوماطيش وراهي غالية ويبيعها كيما يحب. ضعيف والكبيرة يدير فيها 30,000 28، وهذه وفيها الفاسدة هذيك، هذيك كاميرا هذيك شوف، هذه كاع محسوبة علينا هذه. 12,000 حنا في الديطاي بعناها 12,000 هنايا، ومن بعد حبسناها كي بدات تطلع حبسناها ما جبناها. مشاكل مع الغاشي ومنها، وفيها العيانة وفيها الداخل ما هذيك اللي حبسناها. شوف شرا ديال هذيك 8,000 هاليك والله. طماطم على غالية، السلعة ما في سلعة في البحاير مازال ما وجدت لهم، السلعة ما وجدتش، كاينة حاجة قليلة، كي تكون حاجة قليلة السلعة تغلى. دوكا عندها واحد 15 شهور 20 شهور السلعة تولي أسعار نورمال. ربي عالم على حساب السوق، هي يعيطوا لها الجن، هذه الجنية يعيطوا لها، تطلع وتهبط ما تعرفش كاع. كاباب غدوة دير 10,000، كاباب دير 15,000، كاباب دير 30,000. رغم إجراءات الوزارة الوصية لكبح المضاربة والغلاء عن طريق عرض أسعار الخضار والفواكه للمستهلك، إلا أنه يبقى مسلسل ارتفاع المفاجئ للأسعار مستمرا في شتى المواد الاستهلاكية، خاصة منها المنتجة محليا والذي لا يخدم المواطن ولا التاجر معا. السلام عليكم احباب الزول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. اليوم 5 نوفمبر 2024 شفنا كل يا اخوتي الاحداث اللي صارت في اسبانيا، كارثه بيئيه كبيره خلاص. الشيء اللي حيرني باش ما ندخلش في اللي ديتاي وكلش، انه مالغري انه اسبانيا في كارثه يا اخوتي في حاله، الا انه لما تروح تشوف الصفحه تاع الحراقه وتشوف الجزائريين اللي قاطعين تحير يا اخوتي. اليوم فقط فلوكه فيها 16، وبعد كده تلقى دخلت فلوكه فيها 15 جزائري، وبعد كده دخلت فلوكه فيها 11. يعني راهي يا جماعه، راهي البلاد راهي كارثه، رم في كاتاستروف ناتورال كبيره خلاص. ايه بصح معليش قاطعين. وين قاطع يا ولدي؟ قعد الحمد لله الشمس في الجزائر وكلش، لا قاطعين. هل لهذه الدرجه يعني الناس يائسه؟ والناس يعني فتحير اكيد كون يقطع واحد ولا زوج ولا ثلاثه تقول هذوما ما همش نورمال، بس احكي يخرجوا لك كيما هك بال16 بال15 بال20 وفلايك ما تحبسش، تسمى كاين مشكل. الانسان ما يحاولش يتهرب من المشكل ولا يلعبها ولا يروح يتهجم عليهم. هذوما ناس عندهم ردة فعل طبيعية، هاربين من وش وعلاه. وانا نشوف في هذا الفيديو بديت نفهم في الوضع. البارح احتفلنا بأول نوفمبر، البارح احتفلنا بأول نوفمبر. الطماطم اليوم بقدام ب 20,000، طماطم ب 20,000 الطماطم. البارح احتفلنا بأول نوفمبر. لا الوحيد اللي طاشقتهم البارح في الألعاب النارية يقولوا لهم اللي طربقتهم في البونشيون، اللي طربقتهم في الجامعة باش ريكيبيريوهم درتو طماطم ب 20,000. سيدنا رجعنا دركا أزمة الطماطم بعد ما كانت القهوة ومش القهوة، وبعد كل شغل شهر وكاينة أزمة جديدة. طبعا بالنسبة للنظام هذه مؤامرة لزعزعة استقرار الوطن. لا الشعب كما شفتوا هذا الجون أو دار الربط، ما لا زعزع لا والو. قال لك أنتم من جهة تروحوا تصرفوا في استعراض، ومن جهة أخرى
يعني ما كانش توازن خلاه مع القدرة الشرائية ومع أسعار تاع هذه المواد. يعني هذا مش أخصائي ولا يعني محلل سياسي ولا اقتصادي، لكن فهم باللي كاين مشكل، كاين خلل. كي شغل انت تشوف واحد انسان داير في روحه سبيكتاكل، لابس السناسل الذهب وكذا، ولاده مساكن جيعانين مش قادرين حتى يشريوا حق الماكله. فمش حتى ما تكون انت مش حتى ما تكون انسان ذكي ولا هكا باش تفهم باللي هذا الانسان اللي قاعد يسير في البيت هذا وفي العائله هذه ما يعرفش. ما تقدرش تدير استعراض الله يبارك كيما هكاك بالسناسل تاع الذهب ومن بعديك اولادك راهم حاصلين حتى في شويه طماطم. فاي واحد بديهيا يقدر يستنتج باللي كاين خلل، ماشي ما كانش موارد ولا ما كانش دراهم، كاين خلل في التسيير، سوء التسيير. ما كانش يعني هذه اي مواطن بسيط يفهمها. طبعا راح يجيك هذاك يقول لك يزي ونهار كامل انتم تتهجموا على بلادنا، هذاك مسكين مهما كان الموضوع او مش فاهم باللي رانا نعالجوا في مرض. راك عندك للاسف شديد وضع اجتماعي مريض وانت حاب تلقى لي سيمتوم تاعو ودير ان دياغنوستيك وتحاول باش تعالج. هو يقول لك خليوه مسكين، خليوه وعلاه تمربدوا فيه. لا، احنا حنحاولوا نعالجوا المرض كسوا في التجاره، في الصناعه، في اي ميدان. دايور لما نحكيوا على الصناعه شوف الكلام اللي يقوله البرلماني الوزير الصناعه هذا اللي داروا تبون. انا نطرح عليه سؤال واحد السيد وزير الصناعه مع احترامي لشخصه، انا لا اكن حقدا لاحد، يعطيني مشكل واحد قضى عليه في الصناعه وعنده عميره في الصناعه، يعطيني مشكل واحد قضى عليه. شفتوا يعني تقييم للوضع من اللي حطوك ما درت والو، عامين والو ما درت. هاي اعطينا مشروع نجح، هذا يعني انه المشاريع كلها اللي دارها باءت بالفشل، زدت ندبت لها. طبعا كان الاحراج لانه الوزير داروا تبون وكذا، دونك هو ديما يمشي باوامر تبون، دونك شغلك تقيم في هذاك ولكن انديريكتومون. الناس اللي يسمعوا هكا وكي تقول له يا ولدي البلاد راهو الوزاره تاع الصناعه ولا التجاره راهي مخروبه البلاد، يقول لك علاه تسبوا في بلادكم نهار كامل تتهجموا. بصح كي يقولها في البرلمان ينوضوا يصرفقوا عليه باسكو صح حقيقه. فكان اللي حب يعالج الوضع وكان اللي كده متسطر لا لنا خاطئ. الوضع يا خالتي يقول باللي كاين سوء تسيير كبير، كاين بوتنسيال في الجزائر، كاين صناعه تصلح وكاين تجاره تصلح. بس لما تجيب واحد ما يعرفش يسير يندب لها، هاو جا وزير زدنا ضيعنا عامين. اقول له ماذا قدمت لبلدك في تحسين مناخ اعمالها؟ جيت صدتها 156 يوم راهي 157 من 180. بس معليش يا سيدي، وعلاه تعقدوا ندبلها دوك نجيبوا واحد اخر وبالعقل، وعلاه نتسرعوا. المشكله انه لا ميم فورمول قاعده تتعاود. تبون يجيب واحد يندبلها بعديك نقول له او ندبلها، معليش يا سيدي زيد جيب واحد اخر يزيد يندبلها، معليش زيد نجيبوا ونبقاو معقبين عهده اولى فاتت دوك نعقبوا العهده الثانيه كيما هك. هاو ندبلها حتى نفضل الله غالبه جماعه، مديت اوامر هما ندبولها وتضييع الوقت يروح على الجزائريين. هاي المشكله هذه واحده اخرى. هذا السوء التسيير هو اللي خلى ذاك المواطن يهز ويتساءل كيفاه طماطم لهنا وانت البارح كنت تفلق لي في استعراض بالملايير. طماطم ب 20,000، شكون اللي راه يشري الطماطم وبكل ب 20,000 طايحه ب 20، كاين اللي يبيع فيها ب 21، كاين اللي يبيع فيها ب 22. عاديك كل خطره حنا نحاول نزيدوا نذكروا نقولوا هاو اخوتي هاو جات الطماطم دركا، هاي حراقه هاي تضرب هاو الناس. ولكن بعض الناس ما يفهموش، بعض الناس يظن اللي قاعد تسب في بلاد وقاعد تطيح هو تقول له لا بالعكس، بلاد شغل مريض محتاج علاج. فلما تروح تدير له درس تدير له هذاك البلومباج وتوجعه اك مش قاعد تضر فيه، قاعد تعالج فيه صافي مال. بصح لازم تعالجه، لازم تقول له راك في حاله، راك مريض، راي الصناعه وما دار والو السيد، راهو حابس، راهو ندبلها، راهو هذا قاعد يضيع في وقت الجزائريين وفي يعني اموال تاع الجزائريين وفي الجزائر. لانه الصناعه زاد ندبلها لا سيارات لا هذيك تاع الانسولين والدواوات، خلوطه كبيره. ربي يجيب الخير يا خالتي. احنا نقولوا في هذا كل من باب حبنا للوطن ومن باب حبنا يعني للجزائر، ما نشنا حابينها نشوفها مرمده كيما هكا يا خالتي، وين الشعب مسكين راهو ضايع، ولاده هاربين، يعني الدنيا كاتاستروف والدنيا راهي مفلقه في اسبانيا والميمان والخلوطه، هو هار معليش نروح لتما ولا اللي راني فيه. هو هكاك زي ما كيفاه نحرقوا بكل هذا الخطره دي، مش نحرقوا رواحنا. ربي يستر وربي يحفظ الجزائر.